طبعا لابد أن يكون لنا لقاء في الذكرى الثانية عن المرحوم محمد قاسم لوفاته. يعني لابد أن يكون اللقاء مع أخوه عمر قاسم. مش ممكن يعني نعدي هذه الذكرى الثانية لوفاة الحاج محمد دون أن نتحدث عن رجل يعني كل الناس تحبه، وهو عمر قاسم. تفضل يا عماش، تفضل اتكلم. هتكلم ايه؟ عن الحاج محمد. ما شاء الله. يا محمد قاسم الله يرحمه، هو من مواليد 12 1957. صراحة هو يعني كان طيب وكان حنين، وكان كل الناس تحبه، وهو صراحة من صغره الله يرحمه كان يعني طيب جدا، وكان كل الناس تحبه. وبعد ذلك كان في مدرسة الزراعة كان المدرسين كلها تحبه، وكان ضميره حي يا عمر. هي كان ضميره حي، كان عندي ضمير في الشغل. والله انت حصلته في الزراعة؟ انت حصلته وانت طالب؟ حصلته ب 86. ايوه. وطبعا 88 كان عندي ضمير. كان يعني كويس والناس، وكان عنده رحمه. أيوة. ما كانش يعني يدعم بالنسبه للعيال برضه ما كانش يضرب العيال. لا، والمدرسين كان كويس مع المدرسين، وكان كويس مع الطلبه. ايوه. ولو اخر مدرس، لو اخر عيل ما فيش مشكله، يعني كان كله مع بعضهم في حب وود. لكن انت يا عمر يعني لما تكلمت في الاول اتكلمت عن تاريخ ميلاده، وانت حافظ تواريخ الميلاد. تاريخ ميلاده 12 1957. يعني احنا نعرف انك انت في العيله، انك انت يعني حافظ تواريخ الوفاه وتاريخ الميلاد. طب تقدر تقول لنا كده تاريخ وفاه القانون سنه كام؟ المرحوم القانون توفى سنه 2008. 2008. وابويا الله يرحمه عم فكري 9 2002. عم ابوك؟ ابويا الله يرحمه 1996. عم عبد الفتاح؟ عم فتاح كنت في السعوديه سنه 1993. المرحوم عبير؟ المرحوم عبير الله يرحمها في الحرب بين العراق والكويت سنه 1992. المرحوم سالم؟ المرحوم سالم لا مش فاكر. يعني يا ده اللي هرب مني؟ لا ما عرفتش. لكن دي هوايه عندك يا عمر وليه يعني انت تحفظ انا نفسي مش عارف، مش محفظ الكلام ده. والله انا دي هوايتي من بدري الحاجات دي. في الافراح. وخال عبد الله برضه سنه 1992. وعمتك وهيبه؟ وعمتي وهيبه 2003، وامي 2005. ايوه. ومت عمي ايوه امي كام؟ كل الكلام ده حافظه يا عمر. انا مش عارف يعني ايه العبقريه اللي عنديك دي. والحمد لله دي يعني دي من عند ربنا، دي هوايه. طب انت يعني احنا هنستغل الذكرى الثانيه لوفاه الحاج محمد، ولا نزل يدك تحت كده. ليه الناس تحبك هنا في القريه؟ مين؟ انت الناس ليه ما تحبك يعني؟ والله انا بقول والله الناس عرفتني طيب. يعني انا لما ادعى على العقب قلت يا رب يا رب تجيب عصبيه مع الناس الطيبه عشان ما حدش يزعل منينا. انت طبعا يعني في الجامعه ما شاء الله عمود من اساسي في وجودك في الجامعه. زي ما اقول لك والله رحت الاداره. الشيخ سعيد سبحان الله اتباهى بيه، ومدير الاداره سبحان الله بطلت مني قوي. تمام. طيب رحت الاداره. يعني عايزين كلمه اخيره عن الذكرى الثانيه للمرحوم اخوه محمد قاسم الله يرحمه توفى 11/3. ما قلت يا عمر تاني ولا الوفاة؟ يا تفضل يا عمر تفضل. ايوه. هو توفى الله يرحمه 11/3 2023 موافق 18 شعبان. 18 شعبان 11/3. الذكرى الثانية دي لي. الذكرى الثانية جات 11/3 كانت أول رمضان السنة اللي فاتت. الأولى. 11/3 أول رمضان. أيوه دي الثانية. 2024 دي جات يوم 11 رمضان 2025 اللي هي السنة الثانية. طيب كلمة كده أخيرة كده عن المرحوم الحاج محمد كده. اتكلم. ايوه يا اخر حاجه يعني ادعي له. والله يا صراحه هو الله يرحمه كان في دنيته صراحه ولي،
وفي قبره في الجنة والنعيم يا رب. وأنه قلبه في الدنيا أبيض وفي قبره روضة من رياض الحمد لله في الجنة والنعيم والله يرحمه ويرحم كل ميت ويشفي كل مريض وأسرته ربنا يكرمهم ويصبرهم ولكل العيلة يقولوا الفاتحة كل حبيب وكل محبوب يرحم المرحوم محمد قاسم. أنت مبدع يا عمر، أنت مبدع، شكرا خالص. شكرا.